Hello everyone, welcome back to my channel. أهلا بحضراتكم في قناتي. النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا وهو أسرار للنطق الصحيح باللغة الإنجليزية. قسمت الفيديو ده على 5 أجزاء، حاجة اسمها النظام الصوتي، وحاجة اسمها الورد ستريس أو التشديد، نيو فاولز أو أصوات جديدة، وأكثر الأخطاء الشائعة وأدوات للتدريب. يلا بينا. عندنا اول حاجه وهي الانترناشونال فوناتيك الفابت او النظام الصوتي الدولي الاي بي اي. الاي بي اي ده كل كلمه ليها مجموعه رموز او زي كود كده. لما بتقرا الكود ده تقدر تنطق الكلمه من غير ما تسمعها. ده بيكون موجود في المعاجم والقواميس. زي ما قدامنا كده كلمة hello مترجمة للنطق بتاعها كلمة about banana pencil. احنا عايزين نعرف من اهم الرموز، يعني في رمز اسمه شوا اللي هو عامل زي الاي المقلوبة، ده اللي قدامنا اللي جوه المربع البرتقاني. ده من اهم الرموز في اللغة الانجليزية، وهو عبارة عن زي حرف الالف بس مخفف شوية، الف عليها فتحة بس مخففة شوية. زي ايه about، زي اقصد بنانا واباوت وبنسل. هنا في about هو في الاول، في بنانا في مكان الايه، هو ده اللي بيحدد الكلمة هتمشي ازاي. about banana pencil اللي هو عامل زي ما يكون في فتحة. الرموز دي بتكون عاملة زي الفتحة، الكسرة، الضمة. هي عبارة عن شيت يكون فيه حركات اللسان وحركات الفم يعني، وحركات الشفة، حركات الأسنان على الشفة أو الكلام ده كله. فأنت لما بتعرف الرموز دي تقدر تستخدمها في نطق أي كلمات، زي اللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية أو الإيطالية، اللغات اللي هي الإيه اللاتينية. عايزك هنا تعمل التاسك، تدور على الكلمات دي، على الرموز الصوتية بتاعتها في معاجم زي كامبريدج ديكشنري اللي هو من أشهر يعني وأحسن المعاجم. هتلاقي الكلام اللي بقولك عليه. وبعد كده أنا هبقى أعمل فيديو كامل هتكلم فيه عن النظام الصوتي الدولي وإزاي نستفاد منه ونستخدمه في تعلم اللغة الإنجليزية أو غير اللغة الإنجليزية. عندنا تاني حاجة وهي التشديد أو الورد ستريس. باي اكزامبل عندنا في اللون الأزرق ده بريسنت، لكن في الكلمة اللي باللون الأحمر على اليمين بريسنت. هنا عملت إيه؟ أنا قسمت الكلمة لمقطعين، بري وسنت. بري لما اتك عليها في الكلمة الأولانية اللي هي باللون الأزرق بري سنت، خطفت السنت لكن اتكيت على البري اللي هي أول 3 حروف. دي معناها هدية. لكن في التانية بري سنت اتكيت على السنت. يعني ايه؟ يعني يقدم. يبقى في فرق ما بين بري سنت وفي فرق ما بين بريسنت. وصلت؟ لان ده هنواجه في الانجليزي كلمات كتير بنفس السبيل او بنفس ترتيب الحروف او باختلاف بسيط ما بينهم، واللي بيفرق هنا هو الورد ستريس او التشديد. وهنا ده اللي بيخلي اللغة بتاعتك، يعني بيخليك وانت بتتكلم باللغة تتكشف ان انت مش نيتف، او مثلا ان انت عندك غلطات. يعني دي من ضمن الحاجات اللي بيحصل فيها غلطات كتير بتكشف مدى قوتك في اللغة. فلازم نهتم بموضوع الورد ستريس او التشديد، وده هعمل فيديو كامل خاص بيه بمجموعة كلمات والفرق ما بين التشديد بتاعها عشان نقدر نفرق في النطق في التشديد. السر الثالث وهو في أصوات مش موجودة في العربي زي ف، زي الكلمة اللي قدامنا اللي هي very. very يعني كثير، very مش very. طب ازاي انطق very؟ very يبقى سنانك اللي فوق على شفتك اللي تحت. very very very. شايف سناني بتيجي فين؟ سناني بتيجي على شفتي اللي تحت. very. طب في كلمة زي think 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 think، لاحظ فين لساني وفين سناني. لسانك هيبقى بين سنانك وتضغط وتطلع هوا.
هوا ما بين اللسان والسنان من فوق. think think مش think ولا think. think TH think. بتعمل كأنك بتنطق حرف الس، بس حرف الس بتنطقه ازاي بالشكل ده؟ لسانك ما بين سنانك وتزود عليهم حرف الث وانت بتطلع هوا. think. والتانية very very مش very. لازم نركز في كل كلمة طريقة نطقها عشان ندرب دماغنا ازاي بقنا يتحرك وازاي لساننا يتحرك وازاي شفتنا تتحرك. ودي شوية كلمات بيطبق عليها الأمثلة اللي فاتت أو الكلام اللي اتكلمنا عليه، زي كلمة Wednesday ما بنطقش الدي. first D is silent. Wednesday يعني يوم الأربعاء. Wednesday. first D is silent. تمام. عندنا كلمة تانية زي كلمة vegetable. متقسمة على 3 مقاطع. vegetable متقسمة 3 أجزاء عشان تسهل علينا. عندنا كلمة think اللي لسه قايلين عليها TH لسانك يبقى بين سنانك. think. zero مش zero اتكة على الزد. عندنا كلمة زي كلمة zero يعني صفر، و think يعني يفكر، vegetable يعني خضروات، و Wednesday يعني يوم الأربعاء. عندنا كلمة زي كلمة island. the S is silent. island الاس هنا ما بتتنطقش. island يعني ايه island؟ يعني جزيرة. comfortable يعني راحة أو مرتاح. comfortable دي في البعض بيقسمها على 3 مقاطع وفي البعض الآخر بيقسمها على 4 مقاطع. احنا عايزين نخلونا في السهل 3 مقاطع. comfortable يعني في السن الصغير للأطفال بيقسموها على 4 مقاطع عشان هي كلمة طويلة، لكن في السن اللي زينا هي تتنطق comfortable 3 مقاطع. comfortable يبقى النطق كامل بتاعها بشكل سريع comfortable. نفس الكلام اللي في vegetable، وهما الكلمات في common ما بينهم، يعني في تشابه في النطق او في السفكس او النهاية اللي هي table. هتلاحظ هنا دي السفكس table ودي suffix هنا table. دي تخليك تحفظ الكلمات اسرع، اللي هي السفكس والبريفكس البادئات والناهيات. دي بتسهل عليك حفظ الكلمات، هنتكلم برضو فيها بعد كده، بس انا بحاول اديك المعلومة بشكل مبسط. عندنا كلمة اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت very مش very لان very اللي هي F E R Y دي يعني عبارة. fairy بتسترس على الدبل ار، دي يعني عبارة. لكن very سنانك على شفتك، سنانك اللي فوق على شفتك اللي تحت، دي معناها كثيرا. يبقى احنا بص نطق خفيف او حاجة بسيطة ودتنا من كلمة لكلمة. فرق ما بين very و fairy، دي عبارة ودي كثيرا، فنراعي الحتة دي. W اللي هو الحرف بتاع W. double يعني 2 او زوج من اليو، هو ده معنى الحرف W. طب ازاي تتدرب لوحدك على موضوع النطق بشكل مجاني تماما؟ عندنا اول حاجة جوجل ترانسليت، تحط عليه الكلمة اللي واقفة معاك، ويفضل ما تحاولش تنطق الكلمة طالما انت مش عارف تنطقها اول مرة. يعني كلمة اول مرة تشوفها ما تحاولش تنطقها غير لما تسمعها صح، عشان احنا السمع عندنا حاسة السمع بتدخل المعلومة على طول على مخك. ف
مش عايزك تحفظ غلط وبعد كده نعدل بقى الغلط اللي حصل، لا، يبقى احنا كلمة مش عارفينها نسمعها الأول ونفهم هي بتتنطق ازاي، ونفهم طريقة نطقها وطريقة حركة اللسان والشفة والأسنان بتاعتنا، أو على الأقل نسمعها ونكرر لحد ما نوصل للنطق الصحيح. ممكن اعمل كده عن طريق ايه؟ جوجل ترانسليت، بينج ترانسليت، وممكن الافضل عن طريق الكامبريدج ديكشنري، من احسن القواميس او المعاجم في اللغه الانجليزيه. بس ده بيتطلب شويه ان انت يبقى عندك علم بالاي بي اي اللي اتكلمنا عليها، اللي هي نظام النطق الدولي، فاحنا مش عايزين نتعمق في الموضوع ده، فاحنا بنقوله جوجل ترانسليت او بينج ترانسليتور، الاثنين كويسين كبدايه. في عندنا تاني حاجة تطبيق اسمه إلزا سبيك. إلزا سبيك ده بيقول لك ازاي تنطق الكلمة بحركات اللسان والشفايف والأسنان. بيشرح لك تشريح الكلمة وحركتها ماشية ازاي. الإلزا سبيك ده تطبيق كويس جدا في موضوع النطق. عندنا تالت حاجة وهي مهمة جدا، هي التطبيق العملي أو الحاجة الفعلية. زي ايه؟ زي في ان انت تدخل على بودكاست باللغة الانجليزية، يعني عبارة عن حاجة اذاعية. البودكاست هو عبارة عن حاجة اذاعية، ناس بتتكلم او حوار باللغة الانجليزية وتسمع وتفهم. ويا ريت يكون البودكاست ده موجود فيه سبتايتلز، يعني موجود فيه تكست اللي هو اللي بيتقال بيتكتب، عبارة عن ترانسكريبشن مكتوبة تحت كده. وممكن تلاقيه في اي حتة، يعني مش شرط على مواقع او منصات معينة، ممكن تلاقيه على اليوتيوب عادي بشكل مجاني تماما. تتفرج عليه وتركز مع السبتايتلز حتى لو 10 دقايق في اليوم، ده هيحسن من اللغة الانجليزية ومن التونج بتاعك او اللهجة بتاعتك، وهيحسنك. بس افضل لما تستخدم بودكاست تثبت على لهجة، ما تبقاش مثلا بتشوف النهارده بودكاست من انجلند مثلا، باللغة الانجليزية باللهجة البريتش، اللهجة البريطانية، وبكرة تشوف واحد امريكان. لا، اثبت على حاجة، ويفضل تثبت على البريتش. البريتش هو الاصعب والاتقل، فده هيحسن من اللغة عندك، لان الامريكان كل حاجة فيه بتتخطف، ففيه اختصارات وفيه كلام تاني. بتحدد طبعا مستواك، بتكتب بودكاست مثلا for B1 مثلا level، على حسب مستواك B1 A2 A1 B2، هما 6 مستويات من ال A1 لل C2. دلوقتي انت عندك كل الاسرار، عندك سر الاي بي اي، عندك الورد ستريس، عندك شوية اصوات جديدة وادوات للتدريب. اتمنى لو الفيديو عجبك تشترك في القناة. وبعد كل الاسرار دي ما اعتقدش ان انت عندك حجة ان انت ما تبدأش تعلم اللغة الانجليزية او ما تطورش مستواك في اللغة الانجليزية. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن التنسس كلها في 10 دقايق، او الجمل او تكوين الجمل في 10 دقايق. لو برضو عندكم رأي تاني او محتاجين حاجة معينة في اللغة الانجليزية اكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمل فيديو عنها. وسلام، see you soon.